النهارده ان شاء الله هنكمل فيديو اللبس اللي عملنا له فيديو قبل كده، وكان للسيدات بس والاسئله للسيدات بس. وهي الفكره من الفيديو كلها ان انا بفتح بس مدارك وبعرفك ان اللبس ده ممكن يعبر عن سلوك، او بيعبر عن شيء في اللاوعي، او يعبر عن مشاعر داخليه جواك وانت مش مدركها. الفيديو الاولاني زي ما قلت كان للسيدات فقط. الفيديو ده هخليه شويه عام، وهسالك كام وهفضل اسال شويه اسئله كده تولع بس لمبات في دماغك وتجاوبها بينك وبين نفسك بصدق. يعني انا مش عايزه اجابات في الكومنتات ولا حاجه، انت بينك وبين نفسك جاوبها. يعني مثلا لما انت بتدخل لمحلات مثلا براندات غاليه جدا، المحلات اللبس او الشنط او الجزم او وات ايفر، انت لما بتدخل المكان ده بتحس ان انت منكمش؟ احساسك انك مكسوف، خايف او مضطرب؟ ولا انت الايند مع الطاقه دي؟ على فكره انت ممكن تبقى الايند معاها وانت ما معكش الفلوس، لان طاقه الغنى والثراء والحاجات دي بتبدا الاول داخليا. فلما تبقى الايند معاها ده بيبقى ساين ان انت خلاص على وشك انك انت تقدر تشتري من هذا المكان. دي نقطة. ده سؤال، شوف نفسك كده بتقدر وانت جوه المحل بتبقى عامل ازاي؟ طاقتك بتبقى منكمشة ولا بتبقى انت مرتاح وعادي ومش حاسس بأي فرق؟ تاني حاجة، تاني سؤال، لو انت متعود تشتري من المحلات دي تقدر تشتري من براندات محلية عادية او من حاجات، لا اذا يعني لو وصفناها بأرخص شوية، تقدر تعمل ده ولا لا؟ انت متمسك بالبراند اللي هو بيدي قيمة معينة وبيديك قيمة انت، ولا هو عشان هو كواليتي بتاعته كويسة؟ دي نقطة مهمة كمان. تالت سؤال، لو انا داخل ورايح مكان فخم ورايح مكان كويس او حفلة او whatever، اقدر البس اي حاجة ولا لازم البس حاجة غالية وحاجة تظهرني؟ انت شايف ان اللبس بيديك قيمة؟ هو ده السؤال الصح. اللبس غالي او رخيص او whatever بيديك قيمة ولا لا؟ رابع سؤال، انت بتهتم بالكواليتي بتاعت اللبس اللي هو غالي؟ هو ممكن يبقى على فكرة اللبس له طاقة وذبذبات، بالذات اللي بيصنع من مواد طبيعية زي القطن، زي الكتان من أعلى الذبذبات، زي الجلد، زي الحرير. وعلى فكرة معلومة برضو ممكن تفيدكم، الجلد والحرير لو أنا داخل مكان فيه هجمات طاقية أو فيه طاقات مش لطيفة، البس جلد وحرير لأن هو مش بيمتص الطاقات دي. فاللبس بيدي ذبذبات فبيرفع ذبذبات الجسم أصلا. ولا انت مش مهتم بحاجة زي دي وعادي قوي انك انت تلبس بوليستر او نايلون او الحاجات اللي طلعت دلوقتي وانتشرت انتشار رهيب رهيب في كل المحلات وفي كل البراندات، حتى البراندات الغالية جدا؟ فانت بتهتم بالكواليتي اللي انت بتلبسها، بطاقة الحياة اللي انت بتلبسها، بكيفية انها بتأثر عليا ازاي، بتأثر على ذبذباتي، لان البوليستر والحاجات دي زيرو هرتز، زيرو، ناهيك على انها بتدخل لجسمك كأنك انت لابس كيس بلاستيك، بتدخل لجسمك مواد كيميائية ضارة جدا. انت مهتم بالنقطة دي ولا عادي انك انت تلبس اي حاجة المهم انها تبقى لايقة عليك وانها تبقى غالية او انها. فبس حبيت اسأل كام سؤال ممكن يفتحوا في دماغك مدارك، او يفتحوا لمبات، او يخلوك تدرك ان انا فعلا واخد قيمتي ده من اللبس، او من انه يبقى غالي، وان انا لازم ابين البراند واسم البراند ولا لا؟ ولا انا ممكن البس حاجة عادية خالص، قطن عادية من اي محل، المهم ان انا اكون مرتاح فيها وخلاص. كل الحاجات دي بتبين لك حاجات في العقل اللاواعي بتاعك، بتبين لك في حاجات في مشاعرك، في قيمتك الذاتية، في احساسك بقيمتك الذاتية، في الاستحقاق كمان بتاعك، وبتوريك كمان انت متناغم مع ذبذبات العالية وذبذبات الثراء قد ايه. كل ده انت بتكتشفه مجرد انك بس بتجاوب على كام سؤال دول. وبس كده، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جزيلا.